ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد في قناه موفا فيتنس. النهارده الفيديو ده هيبقى مختلف شويه عن باقي الفيديوهات عشان احنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وتعتبر لايف سيفنج سكيل او مهاره انقاذ حياه لاي شخص، وهي طبعا السي بي ار. ولو انت ما تعرفش السي بي ار ده فده زي كده حاجه بتتعمل لو مثلا لو قدر الله حد غرق وانت بتطلعه من الميه، او حد مثلا جاله سكته قلبيه او هارت اتاك. الحاجات دي كلها لازم تستخدم فيها السي بي ار. فاحنا النهارده بقى هنتكلم عن السي بي ار ده، هنعرف ايه هو واستخداماته ايه وازاي ان انا اقدر انفذه اساسا. فما تنساش بقى قبل ما نبدا ان انت تعمل شير للفيديو علشان كل الناس تستفيد منه، ويلا بينا. قبل بس ما نبتدي في الموضوع ده انت لازم يكون عندك درايه كده صغيره جدا بالتشريح وبالفسيولوجي، وهقول لك ليه دلوقتي حالا. ما تقلقش حتى لو انت برضو يعني مالكش في التشريح والفسيولوجي قوي، انا هقول لك على شويه حاجات بس مهمه جدا علشان تقدر تطبق منها السي بي ار ده ويبقى عمليه ناجحه بصوره كبيره جدا. مبدئيا كده السي بي ار ده بينقسم لحاجتين، حاجه اسمها الضغط وحاجه اسمها التنفس. والضغط ده تقريبا بيشمل 80% من العمليه دي كلها، وده طبعا اللي الناس طبعا بتتمرن عليه. زي بيجيب كده دميه زي اللي انت شايفها قدامك كده، بيحط ايده او كف ايده يفضل يقعد يضغط يضغط يضغط، وهقول لك ايه العمليه اللي بتتم في الموضوع ده دلوقتي. بس قبل ما نبدا كده في شرح السي بي ار ده لازم تعرف ان في كده حاجات انت لازم تعملها. زي مثلا لو حد اغمى قدامك مره واحده كده، انت اولا هتنيمه على ظهره وتتاكد ان الدنيا امان، مفيش حد جنبه عشان يعرف ياخد نفسه لو هو يعني قادر ياخد نفسه. تاني حاجه هتعملها ان انت تقوم لمسه وتقول له انت كويس او لا، علشان تتاكد ان هو صاحي او اغمى عليه. وتالت حاجه بقى ان انت لازم تشوف مجرى التنفس عنده شغال ولا لا، او مثلا مش عارف يتنفس او لا. فطالما الثلاث اعراض دولت او طالما الثلاث حاجات دولت حصلوا له، فساعتها كده احنا ممكن نبتدي السي بي ار بتاعنا. بس خلي بالك قبل ما نبدا لازم تنيمه على ظهره وتكون الارض مستويه. ما ينفعش ان انت مثلا تنيمه على السرير وتعمل له سي بي ار، ما ينفعش ان انت تنيمه على الكنبه وتعمل له سي بي ار. لازم تكون الارض صلبه ومستويه ويكون نايم على ظهره. ومن هنا بقى هنبتدي العمليه بتاعتنا، وهي طبعا ان انت هتدوس او هتشوف كده الشيست بتاعه في عظمه كده اسمها الاسترنم، او الاسترنم دي اللي هي عظمه القصر اللي انت شايفها قدامك دي. انت هتحسس عليها كده، وبالتالي هتشوف النص اللي تحت منها وتحط كف ايدك عليه، وبعد كده بايدك التانية هتقوم مشبكها كده وحاطط ايدك على صدره بالمنظر ده. وهنا بقى بيجي اهم خطوه في السي بي ار كله، اللي هي عمليه الضغط او الكمبريشن، لان العمليه دي حرفيا ممكن يتوقف عليها حياه المصاب او وفاته. لان انت لازم مثلا وانت بتدوس تدوس بمعدل 100 ل 120 نبضه في الدقيقه، وخلي بالك ده مش التكرار، ده الريتم بتاع الكمبريشن اللي انت هتعمله. يعني مثلا هتقول واحد واثنين وثلاثة واربعة وهكذا، وهتفضل تعمل العملية دي 30 عدة. بس خلي بالك ان انت بعد ما تضغط لازم على الاقل تسيب حوالي نص ثانية كده او حاجة علشان القلب يقدر يتملى بالدم تاني، فعلشان كده المعدل ده مهم جدا. وانت بتدوس بقى ما ينفعش ان انت تدوس باقصى قوة عندك، انت هتدوس بس بوزن جسمك ومش هتزق بعضلات دراعاتك، علشان تقريبا مقدار الضغطة اللي انت تقدر تعمله بيبقى من 2 ل 4 سم بس، يعني ممكن نقول 5 سم في المتوسط، بس ما ينفعش تعدي كده. عشان خلي بالك لو انت دوست اجمد شوية ده كده ممكن يكون فيه خطورة او اصابة للمريض. وخلي بالك ان في هنا جزء تحت خالص في عظمة القص زي عظمة صغيرة قوي كده، العظمة دي لو انت دوست عليها جامد شوية او بمقدار الضغط كان زيادة شوية ممكن لا قدر الله العظمة دي تتكسر، وطالما اتكسرت الشظايا بتاعتها ممكن تروح في مجرى الدم وتوصل للكبد وتعمل للاسف نزيف داخلي. فخلي بالك جدا وانت بتدوس، واوعى تحط ايدك تحت، احنا قلنا عند النص بتاع عظمه القصر. وزي ما قلنا انت هتسيب بس فرق علشان القلب يقدر يتملى بالدم، وبالتالي هيقدر يوزع الدم اللي اتملى بيه ده على اعضاء الجسم وعلى المخ وفي الدوره الدمويه. بعد ما خلصنا ال 30 عده بتاعت الضغط دي هنيجي للشق الثاني اللي هو البريثنج او التنفس. وهنا انت بتعمل له نفسين تقريبا، كل واحد فيهم بيبقى لمده ثانيه واحده بس قبل ما تعمل له طبعا بتمسك مناخيره وتشبكها عشان تقفل مجرى التنفس هنا وتفتح بقه، وبالتالي تقوم عامل عمليه التنفس. المفروض ان انت تلاحظ وانت بتنفخ كده في بقه ان الشيست بتاعه او القفص الصدري المفروض بيترفع لفوق او حجمه بيكبر، ولو ما حصلش كده هتقوم عامل عمليه الكمبريشن تاني علشان تتاكد ان انت بتفتح مجرى التنفس. فتقريبا عمليه التنفس دي ما بتاخدش اكتر من 10 ثواني. نيجي بقى لحاجه تانية، وجهاز كده المفروض يكون موجود في اي نادي او في اي مكان بيتعمل فيه رياضه او حتى في الشغل عندك،
جهاز كده صغير اسمه الاي اي دي. الجهاز ده المفروض ان هو كده بعد ما انت تعمل السي بي ار بتاعك، لو انت يعني اتحطيت في الموقف ده ومفيش حد غيرك، ان انت هتوصل الجهاز ده على الشيست او الصدر بتاع المريض، وبالتالي هو بيقرا الريتميه بتاعه القلب. طب الجهاز ده لازمته ايه؟ الجهاز ده لازمته ان هو بيدي زي شوك كده او كهرباء علشان يعمل تنشيط لعضله القلب. وهو جهاز استخدامه سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه، لدرجه ان انت اول ما تحطه كده على الشيست بيقول لك انت تقدر دلوقتي تعمل شوك للمريض، او تقدر تديله مثلا كهرباء، او ممكن نستنى شويه، ممكن تستنى دقيقه. فهو بيقول لك التعليمات كلها. فالجهاز ده يعني المفروض ان هو يكون موجود في اي نادي صحي او جيم او حتى مكان شغلك. بس قبل ما تبتدي بس الشوك بتاعتك، يعني حاول على قد ما تقدر ان انت ما يكونش في حد لامس جسم المريض، وبالتالي عشان ما يحصلوش شوك زياده من الكهرباء. فما تقلقش خالص لو انت يعني شفت موقف قدامك واحد بيغرق او اي حاجه، انت تقدر تنقذه، بس لازم تتبع التعليمات اللي احنا قلنا عليها دي بالظبط. وخلي بالك الكلام ده انا جايبه من كتاب كده اسمه ريد كروس، وكتاب تاني اسمه السي بي ار لايف سيفنج، برضو انصحك ان انت تتفرج عليهم علشان ده حرفيا كنز. وكفايه بس انت تنقذ حياه بني ادم، اعتقد ان دي عندك هتبقى كده بالدنيا كلها. يعني لو انت مدرب او حتى شخص عادي لازم تعرف الحاجات دي عامه، علشان لو اتحطيت في موقف مثلا زي ده. وبس كده بقى احنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو عايز حاجات زي دي تاني ممكن تكتب لي في الكومنتس تحت. وطبعا في حاجات اكتر من الموضوع ده، مثلا لو انت شفت مثلا واحد اغمى عليه بس برضه مش عارف تتصرف ازاي، اكيد في حاجات تانية نقدر نعملها. بس حاول تدعم المحتوى بتاعي، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.